في الفيديو ده أنا هتكلم عن حاجة مهمة جدا كان ليها دور أساسي في حضارة مصر القديمة، وهي العواصم في كيميت أو عواصم مصر القديمة. مصر بلد عظيمة قوي، أم الدنيا، ذكرها ربنا في القرآن الكريم 5 مرات صراحة، وتربى فيها موسى عليه السلام، ووصى على أهلها رسولنا الكريم، وكمان احتمت فيها العيلة المقدسة، السيد المسيح عيسى عليه السلام، وأمه السيدة مريم العذراء ويوسف النجار لما هربوا من بطش الرومان في فلسطين وجم لمصر. مصر بجد عظيمة جدا بتاريخها العريق وحضارتها، أعظم حضارة في التاريخ. وطوال فترة الحضارة المصرية عاصمة مصر كانت بتختلف، وكل فترة كان ليها عاصمة مختلفة عن الفترة اللي قبلها. وفي الفيديو ده أنا هقول لكم إيه هي عواصم مصر، بس كملوا الفيديو للآخر ودعموني بلايك لأنه بيشجعني أعمل فيديوهات تاني، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. كالعادة تعالوا نرجع لأجدادنا في مصر القديمة، بس المرة دي هنرجع كتير قوي، حوالي 7000 سنة. أيوة، 7000 سنة، مع بداية نشأة الحضارة المصرية لما المصري القديم سكن الوادي واستقر في وادي النيل وتعلم الزراعة وبداية الحضارة. في الفترة دي كانت مصر القديمة مقسومة مملكتين، واحدة في الشمال وواحدة في الجنوب، وكل مملكة منهم كانت مستقلة تماما عن المملكة التانية. يعني كل مملكة كان ليها ملك يحكمها، وكان ليها عاصمة خاصة بيها. فمملكة الشمال اللي هي في الدلتا فوق كان ليها عاصمة اسمها بوتو، اللي هي دلوقتي منطقة تل الفراعين قريبة من مدينة دسوق في كفر الشيخ. والعاصمة بوتو دي اللي هي في الشمال كان الملك فيها بيلبس التاج الأحمر اللي هو تاج الشمال، وكان شعارها هو نبات البردي. طب اشمعنى اختاروا نبات البردي ان هو يكون شعار مملكة الشمال؟ لان البردي بينمو في احراش الدلتا، فعشان كده اختاروه ان هو يكون شعار مملكة الشمال في الدلتا. وفي نفس الوقت بقى تعالوا هنروح للجنوب عند مملكة الجنوب. هناك هنلاقي عاصمة تانية خالص، وهي عاصمة نخن في الجنوب، اللي هي دلوقتي منطقة القوم الأحمر شمال إدفو في أسوان. والعاصمة دي كان الملك فيها بيلبس التاج الأبيض، تاج الجنوب، وكان شعارها هو نبات اللوتس. والعاصمة دي اللي هي نخن كان معبودها الرئيسي هو حورس. ومع الوقت العاصمة دي نخن بتقل أهميتها السياسية لأنها في أقصى الجنوب، وملوك الصعيد بيقرروا إنهم يتنقلوا من نخن لعاصمة تانية تكون أقرب شوية بس برضو في الجنوب، وسيطروا على معظم مدن الجنوب وراحوا لعاصمة بديلة اسمها ثني. يعني ملوك الجنوب انتقلوا من العاصمة نخن وراحوا لعاصمة تانية اسمها ثني. والعاصمة دي كانت موجودة في إقليم من أقاليم مصر أو أقاليم كيميت اسمه طاور، يعني الوطن العظيم. وبعض الآراء بترجح إن العاصمة ثاني ديت كانت مكانها حاليا قرية شيخ نجع المشايخ جنوب شرق مدينة جرجا. والملوك في الفترة دي اللي كانوا بيحكموا في الجنوب من العاصمة ثاني كانوا بيعملوا المقابر بتاعتهم في منطقة أبيدوس، ويعني الجبانة بتاعتهم كانت أبيدوس. وكده مصر القديمة أو كيميت كان فيها مملكتين، واحدة في الشمال وعاصمتها بوتو زي ما هي، ومملكة في الجنوب والعاصمة بتاعتها ثني بعد ما اتنقلوا من نخن لثني. وبعد كده ملوك الصعيد في الجنوب اللي كانوا بيحكموا من العاصمة ثني فكروا انهم يحكموا كيميت كلها وصاروا على مملكة الشمال. وكان في محاولات من ملوك منهم ان هم يوحدوا المملكتين، وبالفعل في محاولة من المحاولات دي نجحت في توحيد المملكتين، وتم توحيد مصر على يد الملك نارمر أو مينا، وبقت كيميت كلها مملكة واحدة بيحكمها ملك واحد. وبقى في عاصمة تانية جديدة وهي عاصمة واحدة في الشمال بين الدلتا والصعيد، والعاصمة دي كان اسمها إنب حج، يعني الجدار الأبيض. وتم تأسيس الأسرة الأولى وبدأ عصر الأسرات في مصر القديمة. والعاصمة الجديدة دي سميت إنب حج يعني الجدار الأبيض بسبب إن العاصمة دي كانت محاطة بسور ملون باللون الأبيض فسميت بالجدار الأبيض. وظلت العاصمة دي ليها أهمية كبيرة قوي في مصر القديمة. وفي عصر الدولة القديمة العاصمة دي اتحول اسمها من إنب حج من نفر أو منف، يعني الأثر الجميل. وكان موجود في العاصمة منف دي معبد من أهم معابد مصر القديمة، وهو معبد المعبود بتاح.
وكانت منف في الوقت ده بتمثل أهمية سياسية لأن قصر الملك كان موجود فيها، وكان برضو ليها أهمية دينية بسبب معبد بتاعها، وكمان كان ليها أهمية تجارية لأن منف في الوقت ده كانت سوق تجاري كبير، وكان بيجي ليه كل الفلاحين والتجار من كل مكان. وفضلت منف هي عاصمة لكيميت لفترة طويلة، وكانت الجبانة التابعة ليها هي سقارة. يعني العاصمة منف دي الجبانة اللي كانت تابعة ليها اللي كانوا الملوك وكل كبار الدولة وكل الناس كانت بتدفن فيها كانت سقارة. ومنف دي هي حاليا منطقة 100 رهينة في الجيزة. وزي ما قلتلكم فضلت منف هي العاصمة في مجدها لفترة طويلة، وبعد كده خلص عهد الدولة القديمة مع نهاية الأسرة الستة، وبدأت مصر في عصر الانتقال الأول بداية من الأسرة السبعة. وكانت الفترة دي فترة تدهور واضطرابات وعدم استقرار في مصر لحد ما جم ملوك طيبة وسيطروا على البلاد وأسسوا أسرة جديدة وهي الأسرة 11. يعني مصر بعد الدولة القديمة في نهاية الأسرة الستة بداية من الأسرة السبعة لحد أواخر الأسرة العشرة أو الأسرة العشرة عامة. الفترة دي من الأسرة السبعة للعشرة الفترة دي اسمها فترة الانتقال الأول أو عصر الانتقال الأول، والفترة دي كانت فترة عدم استقرار وتدهور واضطرابات في مصر. فجم ملوك طيبة في الأسرة 11 اللي هو يعني أواخر الأسرة العشرة وأسسوا الأسرة 11 وسيطروا على مصر وخدوا طيبة عاصمة ليهم، وكده بقى في عاصمة تانية بدل منف اللي هي طيبة. وبدأ عصر جديد في مصر القديمة وهو عصر الدولة الوسطى في الأسرة 11. وطبعا طيبة أو الأقصر غنية عن التعريف، وكان معبودها الرئيسي هو أمون. يبقى كده تاني عاصمة عندنا بعد منف هي طيبة. وبعد كده جه الملك أمنمحات الأول في الأسرة 12 برضو دولة وسطى، وقال الملك أمنمحات الأول لأ أنا عاوز عاصمة جديدة أحكم منها، وبالفعل نقل العاصمة من طيبة لمكان تاني جديد خالص اسمه الليشت. واختار المكان ده بالتحديد لأنه جديد، وهو كان بيفضل ان هو يبعد عن طيبة، وكمان محبش ان هو يرجع للعاصمة القديمة منف. والعاصمة الليشت دي بتقع على بعد حوالي 50 كيلو متر جنوبا من القاهرة، وفيها مقابر لكبار رجال الدولة. وبعد الأسرة 12 دخلت مصر في حالة تدهور تاني، بس المرة دي بسبب الاحتلال. والفترة دي بعد الدولة الوسطى كانت عصر الانتقال التاني. يعني الدولة الوسطى كانت الأسرة 11 و12، وبعد الأسرة 12 دخلت مصر في عصر الانتقال الثاني، وكانت فترة تدهور بس المرة دي بسبب الاحتلال ودخول الهكسوس لمصر بداية من الأسرة 13. وكانوا الهكسوس في الفترة دي بيحكموا جزء من مصر في الدلتا، وعملوا عاصمة ليهم اللي هي أواريس. بس في نفس الوقت ملوك مصر كانوا بيحكموا من طيبة. يعني في عصر الانتقال التاني ده كانوا الملوك اللي هم بتوع الهكسوس بيحكموا من العاصمة بتاعتهم اللي عملوها أواريس في الدلتا، وكانوا ملوك مصر بيحكموا زي ما هما من طيبة في الجنوب لحد ما تم تحرير مصر على يد الملك أحمس، وتم تأسيس أسرة جديدة اللي هي الأسرة 18 بداية الدولة الحديثة. ورجعت تاني طيبة العاصمة لمصر في الدولة الحديثة. لكن بعد كده جه إخناتون في أواخر الأسرة 18 وقرر إن هو يبعد عن العاصمة طيبة لأنها مركز لعبادة أمون، وهو في عهده كان في طفرة دينية وهي عبادة أتون. فقرر إخناتون إن هو يبعد عن طيبة ويعمل عاصمة تانية ليه تكون مركز لعبادة أتون، واختار منطقة جديدة بتقع على الضفة الشرقية للنيل في محافظة المنيا وسماها أخيتاتون اللي هي تل العمارنة. وبنى إخناتون المدينة دي في العام الخامس والسادس من حكمه، وفضلت مدينة إخناتون هي العاصمة لمصر طوال فترة حكم الملك إخناتون. وبعد ما مات انتهى دور المدينة دي ورجعت العاصمة تاني لطيبة. وبعد كده في الأسرة 19 جه الملك العظيم رمسيس الثاني وعمل مدينة سماها بير رمسيس يعني بيت رمسيس، وخلاها هي العاصمة اللي بيحكم منها. وفضلت بير رمسيس دي هي العاصمة طوال فترة حكم ملوك الرعامسة. والملك رمسيس الثاني اختار المكان ده بالتحديد في شرق الدلتا عشان يكون مكان قريب تنطلق منه الجيوش المصرية لحروبها مع الحيثيين. بعد كده بتخلص الدولة الحديثة بمجدها مع نهاية الأسرة 20 عشان يبدأ عصر جديد وهو عصر الانتقال الثالث، وبيبدأ معاه تدهور ونهاية الحضارة المصرية القديمة حتى مجيء الإسكندر الأكبر. والعصر ده بيبدأ بالأسرة 21، وفي العصر ده كانت العاصمة في مصر القديمة هي تانيس.
اللي هي حاليا صان الحجر، والعاصمة دي مشهورة بجبانة الأسرة 21 والأسرة 22. والعصر الانتقالي الثالث ده بيخلص عند الأسرة 25، يعني بيبدأ مع نهاية الدولة الحديثة في الأسرة 21 وبيخلص في الأسرة 25. وبعد كده بيبدأ عصر جديد وهو العصر المتأخر والحكم الفارسي في مصر. الفترة دي بتبقى من الأسرة 25 لحد نهاية الأسرات ومجيء الإسكندر الأكبر. وفي الأسرة 26 بالتحديد كانت العاصمة في مصر هي سايس، والمدينة دي كانت ليها أهمية كبيرة لأنها مركز عبادة المعبودة نيت، ونيت دي هي الإلهة اللي بتحمي الملك وقت الحرب. وآخر عاصمة لمصر القديمة هي الإسكندرية، لما جه الإسكندر الأكبر لمصر وهزم الفرس وانتهى عصر الأسرات في مصر القديمة وبدأ الحكم اليوناني في مصر. واختار الإسكندر موقع مدينة الإسكندرية عشان يبني عليها المدينة بتاعته، واداها اسمه الإسكندرية وخلاها هي عاصمة مصر عشان تربط بين اليونان ومصر. وفضلت الإسكندرية هي العاصمة من بعد الإسكندر طوال فترة حكم البطالمة وكمان طوال فترة حكم الرومان، وفضلت كده العاصمة لحد الفتح العربي لما عمرو بن العاص دخل مصر وعمل عاصمة جديدة وكانت هي أول عاصمة عربية إسلامية في مصر. والعواصم الإسلامية في مصر بعد الفتح العربي هتكلم عنها في فيديو تاني، هيكون الجزء التاني للفيديو ده هتكلم فيه بالتفصيل عن عواصم مصر في العصر الإسلامي بعد الفتح العربي. وده كان فيديو النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم وأستنى أعرف رأيكم في الكومنتات، وأشوفكم على خير في فيديو جديد.